وخطاب وعادل ونقاش في الهجوم. انطلاقة المباراة الآن يعطيها السيد الحكم بن براهم لحلو بن بولعيد أو أميري في تنفيذ هذه مخالفة من مكان قريب جدا من مرمى الحارس لتيم أميري. والهدف الأول لصالح وداد تلمسان عن طريق أميري. يا لها من كرة ويا لها من مخالفة من علي أميري الذي يفتتح التسجيل في هذه المباراة وفي هذه الدقائق الأولى. علي أميري يشعل هذه المباراة بأول هدف في الدقيقة الرابعة، يفتتح مجال التسجيل لوداد تلمسان. 1-0 لوداد تلمسان أمام المولودية، هدف مباغت من الوداد في هذه اللحظات الأولى. علي أميري المخالفة ممتازة وبروعة يحطها في شباك الحارس لتيم. 1-0 لوداد تلمسان بعد مرور 4 دقائق لعب. وهذه كرة لصالح المولودية عن طريق مطراني، من هناك يجي إزماني، محاولة التسديد والهدف. إزماني يخادع الحارس شلالي، وهدف التعادل لصالح المولودية. الهدف التعادل لصالح المولودية في الدقيقة 17. إزماني يباغي تعادل شلالي بتسديدة أرضية، تسديدة أرضية من إزماني تخادع الحارس عادل شلالي. الإعادة مرة أخرى، أول تسديدة من جانب مولودية وهران، أول هدف. الكرة هذه خادعت الحارس شلالي وبغتته في هذه الدقيقة 17. هدف مقابل هدف. الكرة دائما لصالح المولودية، فغلول التوزيعة تأتي من هناك، والهدف الثاني لصالح مولودية وهران. الهدف الثاني لصالح مولودية وهران عن طريق كمال حميدي الذي يضيف هذا الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة. حميدي يسجل الهدف الثاني للمولودية، هدف في اللحظات الأخيرة. قلنا أن المولودية تحاول لتسجيل الهدف الثاني، وحميدي ينجح في هذه الكرة بعد التوزيع من فغلول. حميدي بالراس يحطها في الشباك وفي مرمى الحارس عادل شلالي. هي التوزيعة من هناك، حميدي من فغلول نحو حميدي. حميدي يقتنصها، حميدي يضربها، حميدي يخطفها ويحطها في الفيليه. الهدف الثاني لصالح مولودية وهران بعد مرور 84 دقيقة لعب. هي التوزيع وهي الإعادة مرة أخرى من فغلول نحو حميدي الذي يضيف الهدف الثاني لمصلحة مولودية وهران. فوز الأول فعلا. الحكم بن براهم يصفر نهاية المباراة بتفوق مولودية وهران أمام وداد تلمسان.